ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن ابراهيم كان قاعد في يوم من الايام وكلمه ربنا وقال له: ابراهيم تعالى واخرج من ارضك وسيب عشيرتك. طبعا هي كانت حاجة غريبة خالص، لكن إبراهيم إحنا متعودين عليه إنه دايما بيسمع كلام ربنا في كل حاجة بيطلبها منه وبيكون واثق فيه جدا. وفعلا إبراهيم أخذ سارة وسافروا على البلد اللي ربنا وعده بيها، بالرغم إنه ما كانش يعرف إيه هي البلد دي وما كانش شافها قبل كده ولا يعرف عنها أي حاجة، لكن كان واثق جدا جدا في كلام ربنا إنه فعلا هيكون معاه ومش هيسيبه، وإن الأرض دي هي أرض الموعد. كمان في حاجة يا صحابي، ربنا قال له: أنا هوعدك بوعد، أنت يا إبراهيم هتجيب ولد. إيه ده وعد غريب قوي. عارفين ليه؟ إبراهيم في الوقت ده كان خلاص سنه كبير قوي قوي، كان عنده 75 سنة في سن جده. تخيلوا، هل ده طبيعي إنه يحصل إن واحد يكون كبير خالص خالص كده ويخلف ويجيب ولد؟ طبعا لا. كمان سارة مراته كان سنها كبير قوي ومكانش ينفع تخلف، بس بالرغم من الكلام كان غريب، لكن إبراهيم برضو صدق كلام ربنا اللي وعده بيه. وكمان كانت من ضمن أعمال إبراهيم الحلوة خالص يا صحابي إنه كان بيستضيف الغرباء. وفي يوم من الأيام يا صحابي كان إبراهيم قاعد في الشمس على باب الخيمة وشاف 3 رجال جايين عليه في الصحراء. قام استضافهم ودخلهم وقعدهم تحت الشجرة في الضلة وجاب لهم مية يغسلوا رجليهم، وطلب كمان من مراته سارة إنها بسرعة بسرعة تعمل لهم أكل، وعملت خبز وقدم لهم كمان لبن وزبدة ولحمة. وده بيدل إن إبراهيم عاملهم معاملة حلوة قوي قوي قوي. وكمان يا صحابي ال3 رجال دول كان من ضمنهم السيد المسيح. ربنا يا صحابي بنفسه هو اللي راح وتقابل مع إبراهيم وقعد، وإبراهيم ضيفه عنده، وربنا كرر تاني الوعد اللي كان واعد بيه إبراهيم. طبعا انتوا فاكرينه إنه هو هيجيب طفل هو وسارة، لكن في اللحظة دي يا صحابي وربنا بيقوله كده، مين كانت سمعاهم؟ اللي كانت سمعاهم هي سارة مرات إبراهيم، كانت جوه في الخيمة وسمع الكلام، بس الحقيقة الكلام ما عجبهاش وضحكت. فربنا سمعها وقال لإبراهيم: هي ليه سارة ضحكت؟ هي مش مصدقة اللي أنا بقوله. فقامت سارة قالت له: لا أنا ما ضحكتش. قال لها: لا انت ضحكتي. وهي فعلا يا صحابي كانت ضحكت، انها مستغربة الكلام. بصراحة كلام غريب خالص، واحدة كبيرة جدا في السن هتخلف وهتجيب طفل. تعالوا نشوف كمان حصل ايه. وفعلا سارة ولدت لإبراهيم ولد، بالرغم ان إبراهيم كان اصلا سنه كبير جدا جدا زي ما انتوا عارفين، وكمان سارة كان سنها كبير، لكن خلفوا وجابوا إسحاق بقى يا صحابي معناه ابن الضحك. ليه؟ فاكرين لما سارة ضحكت لما سمعت ربنا وهو بيقول لإبراهيم إن خلاص سارة هتكون حامل وهتخلف وهتجيب ولد؟ هي بقى ضحكت في الوقت ده، فربنا خلاهم يجيبوا ولد معنى اسمه ابن الضحك اللي هو إسحاق، عشان يفضلوا فاكرين طول حياتهم الموقف ده اللي حصل يا صحابي. وإبراهيم في الوقت ده كان عنده 100 سنة لما اتولد إسحاق. وبعد كده حصل حاجة غريبة يا صحابي، ربنا طلب من إبراهيم طلب عجيب جدا، وهو إنه يقدم ذبيحة ليه. لكن الذبيحة المرة دي كانت فعلا مختلفة جدا. الذبيحة كانت ابنه، أيوة إسحاق ابنه وحيده، إسحاق هو اللي هيكون الذبيحة. تعالوا نشوف هيحصل إيه. ربنا قال لإبراهيم: خد ابنك الوحيد إسحاق وقدمه ليا ذبيحة على الجبل اللي هقولك عليه. طبعا يا صحابي إبراهيم كان بينه وبين نفسه بيقول: إيه ده؟ هو أنا اللي بسمعه ده صح؟ إزاي؟ شكلي بحلم. لكن فعلا كانت حقيقة، ربنا عايز إبراهيم يقدم ابنه ذبيحة. وقال كمان إبراهيم بينه وبين نفسه: طب أنا طالما ربنا
عايز مني ابني وحيدي إسحاق يتقدم ذبيحة. ليه أصلا كان ربنا ادهوني من الأول؟ وكمان هخلي نسلك زي رمل البحر. وهو كده أصلا ابنه إسحاق خلاص هيموت، ده هيكون هو الذبيحة. فضل إبراهيم مش فاهم حاجة خالص من الكلام ده، وبعد كده سمع الكلام وأخد ابنه وأخد 2 من الغلمان بتوعه وجهز خشب كتير قوي للذبيحة، وراح للمكان اللي ربنا قاله عليه. وفضلوا ماشيين لمدة 3 أيام يا صحابي، ده سفر. وبعدها رفع إبراهيم عينيه وشاف المكان اللي كان ربنا قاله عليه. وقال إبراهيم للغلمان خليكم انتم هنا مع الحمار، وأنا هروح أنا وإسحاق المكان وهنسجد بس وهنرجع ليكم تاني. وفعلا أخد إبراهيم الخشب بتاع الذبيحة وشيله لابنه إسحاق. وكمان إبراهيم أخد معاه شعلة النار والسكين. إسحاق قال لباباه يا بابا النار والخشب معانا، لكن فين الخروف؟ فين الذبيحة اللي هتتقدم لربنا؟ رد عليه إبراهيم وقال له ربنا شايف خروف للذبيحة يا ابني. وكملوا الطريق مع بعض، ولما وصلوا للمكان اللي ربنا قال عليه بنى إبراهيم المذبح ورتب الخشب وربط إسحاق ابنه وحطه على المذبح. ولما جه إبراهيم يمد إيده بالسكين على إسحاق ابنه، على طول نده ربنا وقال له ما تمدش إيدك على ابنك إسحاق، وكمان ما تعملش فيه حاجة. أنا عرفت إنك فعلا بتحبني وسمعت كلامي، وكنت مستعد إنك تقدم ابنك الوحيد ذبيحة ليا. وبعد كده إبراهيم لقى قدامه خروف مربوط في الغابة، وأخده وربطه قدمه ذبيحة. وربنا قال لإبراهيم طالما سمعت كلامي أنا هباركك وهكسر نسلك زي نجوم السماء ورمل البحر. ده هيبقى كتير قوي يا صحابي. نتعلم بقى إيه؟ نتعلم الطاعة من إسحاق إنه سمع كلام باباه، وكمان طاعة إبراهيم إنه نفذ كل اللي قاله له ربنا وكان واثق فيه جدا جدا. الآية ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الشاهد أعمال الرسل 5:29. الكلمة القبطي صوتين، يعني يسمع الكلام. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.